انا ايه اللي بهدل المكتب بتاعي كده؟ ده انا سايبه امبارح كويس. انا عارف هو قدري. انت يا شكشك الزفت يا عم شكشك. ايوه يا حبيبي. تعالى هنا، ده انت يومك اسود. عايز ايه؟ ايه اللي عايز ايه يا عم؟ تعالى هنا. ايوه يا حبيبي. ازيك يا استاذ عسير؟ ايه يا عصير؟ انا مدير المدرسه. لا مؤاخذة يا حبيبي. انت مش مظبوط بقى. انت ليه اصلا عايش لحد دلوقتي كده يا ابني؟ كده عايزني اموت واسيب الفراشه لمين يا حبيبي؟ يا عم؟ فراشة ايه؟ وانت عشان فراش يبقى عندك فراشه؟ بقول لك ايه، اسيب ورث لمين يا حبيبي؟ ورثك وانت لاقي تاكل؟ يا عم بقى عيب بقى اللي انت بتقوله ده. لم معايا المكتب ده، لم. حاضر يا حبيبي. داري يا ابني، داري اتقطم يا حبيبي. قوم يا حاج، قوم يلا قوم. انت فكرني يا حبيبي مش قادر اقوم. ده كده ظهرك؟ انا لسه شباب. لسه شباب؟ قول لي بقى مين بهدل المكتب ده بقى؟ انا. انت؟ وانت تبهدله ليه اصلا؟ اصل كنت بسرقك يا حبيبي. يا نهارك اسود. تعالى هنا. بتسرقني؟ وليه بتسرقني؟ انا قلت بقى انت عسير المدرسه ولو اخدت منك شفته مش هتحس. يخرب بيت. بقول لك ايه اعدل بقى ده ام المكتب ده كده. ايوه اعدل. وقول لي بقى مين جه سأل عنك؟ في مزه جامده قوي سالت عليك. مزه جامده؟ شعر حديد كده. شعر حريم؟ يبقى اكيد هي اللي جايبه لي الورديه دي. لا انا اللي جايبها. وانت تجيب لي ورد ليه؟ فالنهارده يا حبيبي الفالنتين وانا مش مرتبط فقلت اجيب لك الورديه. فالنتين وانت مش مرتبط؟ وانا مالي بالكلام ده؟ انت اللي زيك اصلا بيرتبط؟ ده انت اللي زيك بيتحاسب. قول لي طيب، في حد رن عليا؟ في حد رن عليك وانت ما كنتش موجود. اكيد. وهو قال لك ان هو من دبليو سي. ايه؟ تقريبا. دبليو سي؟ من دبليو دبليو اي. ايه ده؟ من السيفون دي. انت بتقول ايه؟ من الشطافه دي. يا عم بتقول ايه يا عم؟ بقول لك ايه يا عم، ما تجننيش معاك. روح انت وناديله استاذ حمام. يلا يلا. حاضر يا حبيبي. توكل على الله. جاي لك يا معفان. ده انت راجل مبالغ فيه. الو؟ ايوه يا فندم. ايه؟ الوزير بنفسه هيحضر حفل تكريم المتفوقين من السنه اللي فاتت؟ لا لا يا فندم ما تقلقش، احنا طلابنا معودينهم على حريه الابداع وحريه الاختيار يا فندم. لا ما تقلقش يا فندم. مع الف سلامه. سلام. مع السلامه يا فندم. سلام. ما خلاص يا فندم مع السلامه. ايه ده؟ الو؟ دي ما بقتش مدرسه، دي بقت سنترال. يا اخيرا اخبار حلوه تفرح. الحمد لله والله. الحمد لله. صباح الخير. صباح الخير. صباح النور. اهلا وسهلا بيك. اتفضل. قول لي بقى حضرتك ولي امر طالب من الطلاب عندي؟ لا خالص. في البدايه احب اعرفك بنفسي. انا ياسر السويسي، رجل اعمال. اهلا وسهلا بيك يا فندم. امورني؟ في الحقيقه انا خدت موافقه من وزاره التربيه والتعليم بان اتكفل بمصاريف تطوير المدرسه دي، وكل ده على حسابي الشخصي. ما شاء الله. تطوير مدرستنا؟ يا ريت يا فندم الناس والله بتساعد زي سيادتك كده يا فندم. اشكرك. ودي الموافقه. وده الطلب اللي قدمته. موافقه طلب يبقى لازم نطلع لها القلم. ماشي. بس قول لي بس حضرتك هتدفع فلوس كتير جدا في تطوير المدرسه؟ مظبوط، بس انا راجل من صغري بحب التربيه والتعليم جدا، وده اللي شجعني اعمل ده. بس حضرتك بردك لازم نتكلم في العادي اللي داخل لحضرتك. حضرتك هتدفع فلوس كتير جدا. في الحقيقه انا برضو اخدت موافقه من وزاره التربيه والتعليم ان اشتري منهم نص المدرسه، او بمعنى اصح اكون شريك فيها، وهتكفل بكل المصاريف اللازمه. يا فندم شريك فيها؟ طب على العموم انا هحسب الاوراق اللازمه لتطوير المدرسه وهبلغ بيها سيادتك. متشكر جدا، وهستنى تقريرك. مع السلامه. ياه اخيرا اخبار حلوه. تطوير مدرستنا، يعني مدرستنا مش هتبقى اقل من المدارس الاجنبيه والمدارس الخاصه. احمدك يا رب. بس يا نهار ابيض، ده انا نسيت حاجه مهمه جدا. ده الوزير بنفسه هيحضر حفل تكريم المتفوقين، ولازم نكون جاهزين جدا.
يا عم شكشك، انت يا عم شكشك. ايوه حبيبي. استنى بقى. ايه ده؟ انت بتعمل ايه؟ كنت بعاكس البنت فاتن جارتنا في الثانويه بنات. يا عم ارحم نفسك، عيب بقى اللي انت بتقوله، قله الادب دي. قول لي فين استاذ حمام؟ طيرته. طيرت مين؟ حمامه. حمامه؟ استاذ حمام مدرس التاريخ، ابوس ايدك ما تودينيش في داهيه. روح قول له اللي حصته الحصه الجايه، وبلغ استاذ فديحه واستاذ كمانجه ان الوزير بنفسه هيحضر حفل تكريم المفوقين من السنه اللي فاتت. وابوس ايدك ما تودينيش في داهيه. عيني. يعني هو طلع من الوزاره السنه اللي فاتت ولسه واصل دلوقتي؟ ده اتاخر قوي. مين اللي اتاخر قوي؟ حمامه. حمامه؟ ممكن تنفذ اللي بقول لك عليه بعد اذنك؟ حاضر يا حبيبي. مع السلامه يا عسير. مع السلامه يا قلب عسير. انا مش عارف انا عقلي فين وانا بشغل الراجل ده، بس ان شاء الله ربنا هيعديها على خير يا رب، والنبي يا رب عديها على خير يا رب. صباح الخير. ايه ده؟ هما راحوا فين؟ أبجد هوس حطي كلامه، شكل الأستاذ بقى منسجم. أستاذ حمام نحن الزغاليل، من غير جناح بنميل ونطير، والمكر فينا طبع جميل، نقول لا 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 يعني نعم. أبجد هوس حطي كلامه، شكل الأستاذ بقى منسجم بقى منسجم. إن جاء زيد أو حضر عمرو، طب واحنا مالنا إن شاء الله ما حضروا، طب واحنا مالنا إن شاء الله ما حضروا. المبتدا هنجيب لك خبره، من نظرة واحدة هيصبح عدمه. أبجد هوس حطي كلامه، شكل الأستاذ بقى منسجم بقى منسجم. كان فعل ماضي ما تسيبه في حاله، والماضي احنا مالنا ومال. خلينا في الحاضر وخياله، ونعيش على بهجته وزمانه. ده القلب لسه في عز اماله، عايز يعيش على طول مبتسم. لو ابوكي حضر ويانا، وشاف وسمع الغنى دمعانا، انا اللي هصبح في خبر كان، بدل ما هي راح اخد صورة أبجد هوس حطي كلامه، شكل الأستاذ بقى منسجم بقى منسجم. أنا متشكر وممنون، متشكر. اتفضلوا كل واحد مكانه. صباح الخير. صباحك جميل، بركة ما يتنيش يا استاذ. صباح لذيذ يا فصل العزيز. صباحك مطرح، عايزين جاي المطرح. فين؟ شاكرين. ولد، لا احنا لسه بنبدأ السنة. مش كده، احنا لسه بنبدأ السنة، احنا جايين نتعلم، مش عاوز شقاوة. النهارده أول يوم في السنة الدراسية، عاوزين السنة دي تعدي على خير، اتفقنا؟ اتفقنا. اوكي. استاذ، صباحك يا استاذ. واضح انها سنة زي الفل. استعطيف صغير اسمها عمتة صباحا. عمتة دي لما ابقى لابس الشورت ونزل البحر اقول لك عمتة صباحا، عمتة مساء، غرقت ليلا. انما هنا نقول عمتة صباحا وعمتة مساء، اتفقنا؟ عاوز اعرف اساميكم الاول. سيدة سنجة. انا عندي في الفصل سنجة. واضح انها سنة زي الفل. اللي بعده. شواية. هو انا تاجر سمك يا ريس؟ شوية يا ريس؟
اسمي استاذ حمام، انا استاذ مبجل، اتفضلي اتنقلي اقعدي. اللي بعده عبقرينو. ايوه انا المدير كلمني عنك كتير، كلمني عنك. انا عاوزك تركز معايا عبقرينو، عايزك تبيض وشي قدام، اتفقنا؟ اتفضل عبقرينو. ممكن اخد من وقتكم دقيقه؟ انت قاعد في المنتزه، بص لي يلا هنا. انت جاي تحب ولا جاي تتعلم؟ انت متردد مش عارف. كانوا بيعلموكوا كده في المدرسه قبل ما اجي. لا، من اول النهارده في نظام جديد. اسمك ايه؟ عمر. طيب اسمك جميل عمر، اسمك على اسمي الحقيقي. حلو. ده اكتر ناس قمر في الكوكب اسمهم عمر والله، واكتر ناس دمهم خفيف. مين اللي اتكلم؟ انت جاي تتعلم يا عمر، مالكش دعوه بالبنت، اتفضل اقعد، سيبها لي. اسمك ايه؟ ياسمين. اسمك ايه؟ ياسمين يا مستر. يا بختك يا عمر. اقعد يا ياسمين، اقعد. اسمك ايه يالا؟ انا مصدقك والله. انت اسمك ايه؟ ابا. والله انت ابوك؟ ايه اللي ابا ايه؟ اسمك ايه؟ خلاص مش عايز اعرف، مش عايز اعرف، خلاص مش عايز اعرف. طيب مش عايز اعرف. ماله المتخلف ده؟ طب ما هتقولوا لي. انا اسمي استاذ حمام. بس خلاص احترمني. انا الاستاذ، هديك على الامبوله. شبه عربي كركور. انا بدرس التاريخ يا ولاد، وتاريخنا دايما متصل، بمعنى ان التاريخ اللي هناخده السنه دي هو تكمله للتاريخ اللي اخدناه السنه اللي فاتت. عشان كده خلينا نراجع شويه على التاريخ بتاع السنين اللي فاتت، وهنبدا من اول سعد زغلول. سبوره كبيره جدا. حد فيكم يقول لي ماذا قال سعد زغلول في جملته الشهيره؟ سيدها تعرفي؟ طب قولي. لما طلع من الحكايه مع الانجليز في قلب السماء. لا مش ده حكايه ايه اللي سعد زغلول عملها؟ لا مش دي. شيخ ايه؟ ما فاهمك. فاكر لما الانجليز جم يعلموا علينا بقى ما سكتش وقال لهم بقى انا صوت عنده خاصه الشغله. انا اقصد سعد زغلول بتاع المقاومه، هو ده؟ مش بتاع السجاير اللي في ابو سليمان. ده مخلص الشغله. نايله عادي. ناس اغبياء. انا هتعرفي؟ العفي سيدة؟ طيب قولي لي ماذا قال سعد زغلول في جملته الشهيره؟ جنوتي. ده قالها لاصحابه الفرافير. قالها لاصحابه السيس. يا نوتي نيلي ورفع ايدك بصوت قوي. نيله عادي. طب ممكن تغير السؤال؟ يعني هو العيب في السؤال؟ هغيره لك. يلا هنبدا من اول. مصطفى كامل. يلا قولي لي ماذا قال مصطفى كامل ردا على الاستعمار؟ ما استمرني وهديني ومشي. ايوه. قال لها مصطفى كامل. ايوه. ادوس على قلبي لو قلبي يجرحني. قشطه يابا. انا اقصد يا حيوانه الزعيم مصطفى كامل، مش شريك مصطفى كامل. نايله عادي. فصل غبي ما عندوش اي معلومات في اي حاجه. هي في الصف الكام؟ طب قول لي بص هنقسم مع بعض. ايه ده؟ بتعملي كده؟
انت خد نص وانا هاخد نص. طب لابسه ايه؟ يعني بشعرها ولا مش بشعرها؟ مش لابسه؟ راح فين انا؟ فين بقى؟ شاور لي عليها. انت بتعكسها ستوب كادر. دي ايه؟ سم وبطن. دي مش طبيعيه معانا؟ طب قول لي في الصف الكام؟ هنعرفها. تعال نايم. اقعد. والله العظيم انت عيل قليل الادب لانك بتعاكس بنات جوه الحصه من غيري. شبه عربي كركور قوي. مش هبدا من اول مصطفى كامل، خلاص مش هبدا من اول مصطفى كامل. هنبدا من اول احمس والهكسوس، واظن دي سهله، اعتقد دي سهله. احمس والهكسوس. يلا حد فيكم ده تامر وشويه اللي ورا. لا ركز معايا يا روح امك، بص لي. انت مأجر كام؟ يعني مأجر قد ايه؟ 5 دقايق كده. ده انت بالك ساعة، 5 دقايق هي ساعة. لو جاوبت السؤال ده صح هسيبكم 5 دقايق على الانفراد. ماذا تعرف عن احمس والهكسوس؟ كانوا اخصام يا استاذ. هما مين اللي كانوا اخصام يا حيوان؟ احمد وعيمن بكوس. لا العظيم انت مالكوا تاريخ. لا انت مالكش فعلا تعليم، انت ليك حب. نايم. قولي لي لماذا بنى صلاح الدين قلعة؟ عشان يجيب فيها بنات يا مستر. صلاح الدين ما كان خد شقة على البحر. يا ما ياخدش راحته يعني. يبني قلعة عشان يجيب فيها، هي عشان قلعة هيجيب بنات؟ لا انتوا حبوا في بعض، انا اسف ان انا قطعتكم، انا اسف. انت اللي فيك الامل. قول لي ماذا تعرف عن احمس والهكسوس؟ لا انا مش قصدي كده. خد يلا تعالى. خد يلا هفهمك. صلى على النبي. كل حاجه بتتحل بالراحه. ايه كل حاجه بتتحل بالراحه يا ابني والله. كل حاجه بتتحل بالراحه. في ايه؟ ده كان مجرد سؤال مش عايزه. قوم معايا. نفسي اعرف انت باصص لمين؟ بدور عليها. دي ام سجده. بس مين؟ طب شاور لي عليها. نايل اقعد. واضح ان انتوا معلوماتكم في التاريخ هو التاريخ الزباله اللي انتوا تعرفوه. عشان كده لازم ابدا معاكم الاول. ركزوا معايا. وبكده يا اولاد نكون اخدنا اول حصه. تعالى رايح فين؟ خد يلا. ده علاقه كلابي اهو. انت مش قايل لي قبل المسرحيه هتنشن على واحده بشعرها؟ جبتها بحجاب؟ ما كده يعني مش هنعرف. صدقني والله مش هنعرف. خلاص تعالى نايل. يا ده يا تكون هي كمان بتحبك. يخرب بيت موسم التزاوج اللي انت فيه. انت مزاحم. تعالى هنا. نايل تعالى. كده يا اولاد نكون اخدنا. يا دي النيله يا ابني. لا طب نخلص المسرحيه وهجيب لك رقمها، بس ركز معايا. وبكده يا اولاد نكون اخدنا اول حصه في التاريخ عشان تعرفوا اننا اصحاب 7000 سنه حضاره، وانا كنت متاكد ان انتم مركزين معايا.
اكيد مش هي البنت، يا اما انت عندك حول. انت تمثال، انت موميا، طمنا عليك. حب في ايه؟ ده متخلف، متخلف والله. تعالى. انا متاكد والله ان انتوا كنتوا مركزين. لا، لان انتوا طلبه اذكياء جدا يا جماعه والله، بس يعني انتوا محتاجين تركزوا شويه ومحتاجين توظفوا ذكائكم دي في حاجات تفيد مجتمعكم. اتفقنا؟ لو راجل كل تعالى نيل في حاجه اخيره عايز اقولها لكم. طبعا انتوا سمعتوا عن الحفله اللي بتتقال من اول اليوم. الحفله دي يا اولاد متقسمه لغنى ورقص وتمثيل. كل واحد فيكم عنده موهبه يقدر يطلعها، وانت عبقرين. المدير قال لي انك ولد شاطر تقدر تطلع كل المواهب اللي جواك في الحفله دي. ايه ده؟ صلاح رجع المنتخب؟ الف حمد والف شكر ليك يا رب. في ايه يا ابني؟ اخيرا هتكتشفوني. هو انا احلام؟ دي حفله عاديه، انت اوفر ليه؟ اخيرا هتطلع البترول اللي جواك. بترول ايه يا حيوان؟ بترول ايه؟ بترول ايه اللي هطلعه؟ والله انا جوايا ثروات ما تسيبهاش هتكلفها. نطلعها ازاي؟ فرضا عاوزين نطلع الثروات، هنطلعها منين؟ والله شوف انت هتطلعوها منين، مش هنختلف. لا هنختلف. في دي بالذات هنختلف. صف النية يا استاذ. صف ان هنطلع البترول منين؟ من بير بترول. انت عندك بير بترول؟ نقبه يمكن تلاقي. ما ده انيل. ما هو ده انيل. ان احنا ننقب ده انيل. يعني لو واحد لقى بترول فخد البترول بسرعه نقول ماشي عدت. انما بننقب ومعدات. انت عارف ان في كراكات عاوزينكم تشرفونا قدام الوزير. اتفقنا؟ يا ابني بقى تعبت. خليك ورا بس ابعد عن الصف الاولاني. ابعد عن الصف الاول. تعالى. تعالى. ربنا يستر عليكم. وليه بنات نشيل المدرسة يا أستاذ حماد؟ علمونا مدرستنا إزاي نشرب فيها، نيجي فيها قبل المسطر نلعب ونفكر ونخش فصل نشرب تاني. البنت دي تقعد مكانها زي المسطر تاني. ربنا يستر. انت يا زفت يا اللي اسمك شكشك. يا عم شكشك. يا دي الليله السوداء. مش هخلص من امك كل دقيقه النهارده ومفيش غير شكشك في ام المدرسه. انت عايز ايه يا حبيبي؟ عايز يا حبيبي؟ مين الناس اللي تحت دول؟ هما فين دول؟ فين ايه؟ انا مش بقول لك وراك، بقول لك تحت. بص من الشباك. بص. راوي. ما بيعملوش حاجه غلط يا حبيبي. ايه اللي ما بيعملوش حاجه غلط؟ مين اللي تحت دول يا شكشك؟ دي حبيبتي وده الواد اللي ماشي معاها. حبيبتك والواد اللي ماشي معاها؟ ايه القرف ده؟ فهمني ازاي بعد اذنك كده يعني. احنا بص بقى يا عسير، احنا لازم نعلمهم من الصغر يا حبيبي عشان يفهموا في الكبر، عشان لما يكبروا يا حبيبي ما نرجعش نعلمهم من الاول تاني. هو العمر فيه كام سنه يا عسير يا ابني؟ اسال واحد عنده 1300 سنه. عمري بقى هنا 1300 سنه؟ انت عبيط يا حاج. حبيبتك دي مولوده امتى اصلا؟ مش من بعيد يا ابني، من 2009. 2009؟ ياه. وانت مولود امتى يا شكشك؟ من 1900. 1900 قبل الميلاد. ايه؟ انت مجنون؟ انت واعي اللي انت بتقوله؟ ده انت كده جدها الرابع عشر اصلا. ده في ناس ماتت وناس حيت وناس راحت وناس جت. انا فوق يا حبيبي الى بلا نهايه. انت ايه هو؟ انا موجود هنا. انت مخلل يعني معانا في الارض. امشي وروح قول للطلبه يلا يجهزوا عشان الحفله. يلا حاضر يا حبيبي. ونادي لي حمام. ها مالك؟ نادي حمام. انا دي لك حمام. نادي لك اهو حمام جالك لوحدي. حمام جالي لوحدي.
كده كتير كده كتير. قوم لي يا مدير الزفت انت. استاذ حماد التزم الادب، عيب كده. قوم لي يا مدير الزفت انت. ايوه كده معقوله. يا سلام. مالك بقى جاي بزعبيبك ليه كده عليا؟ طبعا هو انت هتحس بحاجه ولا عمرك حسيت بحاجه؟ قاعد لي على مكتبك من اول السنه لحد ما طلع لك كرش ومش حاسس بالمدرسه اللي تنهار فوق. ايه؟ مدرستي؟ مدرستي؟ ايه اللي حصل في المدرسه يا استاذ؟ نفسي افهم عينيك مدير الزفت. طبعا هو انت هتحس بحاجه. اللي حصل يا استاذ فاضل ان الطلبه رايحين في 60 داهيه، جايين يلعبوا، ما بيذاكروش، ما بيتعلموش، ما بيعملوش اي نيله. اهدى شويه يا استاذ حمام، اهدى كده. ما تقوليش اهدى، الكلمه دي لما بتتقال الكهرباء بتقطع. انت استاذ حمام 5 وهتيجي يا ابني. لا 5 وهتيجي، كانوا بيقولوا كده في الاول، دلوقتي بقت بتقعد ساعتين. ما تقلقش ما تقلقش. ايه ده فعلا صديق 5 وجت. استاذ حمام انت بتخاف من الضلمه؟ والله انا كنت بخاف من الضلمه، بعد ما شفت فواتير الكهرباء بقيت بخاف من النور. ما علينا ما علينا. قوم لي بقى كده واهدى شويه يا استاذ حماد. اهدى. ما تقوليش ايه ده بقى، انت بتعصبني بكلمه ايه دي. ما تقولهاش الكهرباء تقطع تاني. لا مش هتقطع. ما تقولهاش. نفسي تهتموا بالتعليم، نفسي تهتموا بيه، يمكن يطلع لنا جيل يبقى زي احمد زويل ولا يعقوب يطلع بالبلد دي فوق. طب ما احنا فوق عند ربنا. بالتفكير بتاعك ده هنفضل عند ربنا. اهدى بس يا استاذ حمام. قول لي هي المدرسه دي فاتحه ليه؟ المدرسه دي فاتحه عشان الطلبه يتعلموا. جميل قوي. الطلبه لما بيجوا بيقدموا بيدفعوا ايه؟ بيدفعوا فلوس. حلو. الفلوس بقى دي مين بيقبض منها؟ احنا. افرض بقى مفيش الفلوس دي، ولا انت هتقبض ولا الموظفين، فبالتالي المدرسه هتقبض. قول لي ايه الاهم؟ التعليم ولا الفلوس؟ التعليم ولا الفلوس؟ فعلا الفلوس اهم من التعليم. فعلا انت اقنعتني. الحمد فعلا لله. افلاطون. فعلا الفلوس اهم من التعليم. لما تبقى شغال مع نقاش، لما تبقى شغال مع نقاش تبقى تقول لي الفلوس اهم من التعليم. انتوا ايه؟ كل حاجه عندكم فلوس فلوس فلوس. اهتموا بالتعليم شويه يا اخي، ده انت بكرش. اما انت مدير حمار صحيح. عيب كده. انت بتشتمني؟ انا مقدر كويس انك متضايق يا استاذ. سيده ولا شوقيه ولا فاتن، هيكون مهندس ولا دكتور، فوق بقى يا اخي. ثواني يا سياده المدير. الناس اللي بتتكلم تحت انزل ارضعهم؟ فهموني. انتوا جايين تتفرجوا على المسرحيه ولا تتكلموا معانا؟ جايين نتفرج صح؟ هقول لكم الكلمه اللي بقولها في البروفات. الصوت. كفايه بقى. الصوت بقى، الصوت. هو هنا وهناك. فوق بقى فوق. ما انت عندك حق فعلا. والله العظيم الطلاب دول اسمائهم اسماء تجار خضار، والله مش اسماء طلبه بيتعلموا، بس احنا لازم نعلمهم، لازم نوعيهم، لازم نعرفهم الصح من الغلط، لاننا لو ما عملناش كده هيفضلوا فاكرين اللي هم فيه ده هو الصح. وهتقبض منين يا اخويا؟ يا دي العب، لا مش عايز اقبض. جميل. انت اللي قلت بعضمة لسانك بقى يا استاذ. من بكره هتيجي تشتغل من غير يا سيدي مش بالمعنى الحرفي، مش بالمعنى الحرفي. الله. وانا يعني كل حاجه. استاذ حمام ممكن تروح على حصتك؟ ما عنديش حصص. عندك حصص؟ لو سمحت انا كنت جاي. هو في ايه؟ ما هو معلش عنده حموضه كده. استاذ حمام عيب. عيل. مش عيب. ما عنديش تنيل. انت من اول حصه مع السنه ما قمتش من على المجاي تقوم دلوقتي تنيل اعضاء. الله ينور. ينفع كده؟ هي الفلوس عمرها كانت اهم من التعليم؟ لا طبعا. وشاهد من قلبها من اهلها، وشاهد من اهلها. والله انت بتفهمي والله. بس برضه الفلوس مهمه. ليه؟ مثلا الفلوس مهمه في الجواز، صح ولا لا؟ صح. عظيم وصلنا لنقطه كويسه. عظيم. انت مرتبطه؟ لا. جميل عظيم. بس استاذ حمام عيب كده. بلا في مكتبك. مكتبك. انت بس لم فلوس خليك معايا. يعني انت مثلا لو تقدم لك استاذ فاضل مبجل عظيم بيهتم بالتعليم، ينفع يتجوزك من غير فلوس؟ لا طبعا. جميل عظيم، جميل قوي اللي انت بتقوليه ده. هو انت مين؟ انا اختي طالبه عندكم هنا. شاطره. اختك شاطره يا هانم. هي مين؟ اسمها فاتن. تالتة تالت. فاتن تالتة تالت. البنت والله البنت شاطره جدا. يا ريت كل الطلبه عندنا زي فاتن والله العظيم. هي عامله ايه في الدراسه لو سمحت؟ بصراحه يا استاذ. زي الفل. بصراحه البنت زي الفل. ما تبقوش تضغطوا عليها في المذاكره، البنت تتعب نفسيتها تبقى وحشه. استاذ حمام
مش كنت بالشوية يا اخويا بتشتكي لي من مستوى الطلبة الوحش؟ الا فاتن، انا قلت فاتن؟ ما قلتش فاتن. البت مستواها وحش جدا. لا مش وحش. وغير بقى وفي حاجة دي والاهم، البت عليها مصاريف، لو ما اتدفعتش يا استاذة هنضطر نرفدها. عارفة ليه؟ قولي ليه؟ ليه؟ علشان دي فلوس دولة. طب يفرض الله كام لو سمحت؟ مش فاضل لها ده المدير بتاعنا كوميدي فكاهي بيحب يهزر، بس مش فاضل لها حاجه. فاضل لها كتير في المنهج، بس احنا ممكن نلم لها المنهج بسرعه عشان تلحق تروح بقى قبل المغرب. منهج؟ انت بتقول فاضل لها 5000 جنيه. بس ممكن نقسطهم. يا اخويا قسطهم من مرتبك. هو انت عايز ايه من مرتبي؟ ما تتنيل تقعد، تعال اقعد. بس ده كتير قوي. والله كتير. لا ما تعيطيش ما تعيطيش ما تعيطيش. اوعي تعيطي. بس لا اقول لك عيطي. العياط بيريح. بس اوعي تعيطي ما تعيطيش. الموضوع انا مش عارفه اعمل ايه والبنت ممكن تترفد. مش عارف ما هيحصل، بس من 5000 جنيه كتير قوي. والله كتير قوي والله. لا ما تخافيش، اتفضلي وانا هحل الموضوع ده. اتفضلي. الله يسلمك. البنت عليها 5000 جنيه وما جابتهمش. انت ناقص 5000 جنيه، كرشك هيروح فين تاني؟ انت جزار، انت مدير مدرسه، المفروض انك محترم. انت ايه هترفض البنت عشان فلوس يا حيوان؟ يا استاذ حمام، ما دام ما انت يا اخويا حنين قوي ادفعهم بقى من مرتبك. يا دي مرتبي، انت ليه عينك على مرتبي؟ بقول لك ايه انا مش فضيلك. يلا بقى اتوكل على الله عشان عايز اشوف شغل. راجل غريب. كرشه كبر من كتر مرتبات الموظفين. هو التعليم باظ من شويه. طب ما اقول لك على حاجه حلوه. تعالى لف معايا على الفصول، بس المدرس اللي هتلاقيه بيتجاوز تعمل له قرار اداري. وانا موافق. انت متاكد من مدرستك؟ والله المدرسه دي احسن مدرسه. تعالى يا مدرسه. طب بقولك ايه، شكلي حلو؟ الا حلو عمر. انا خايفه شكلي يكون في حاجه. المدرس الجديد بيقولوا ايه؟ هو زمانه جاي. يا خوفي بعد كل اللي بعمله في نفسي ده يطلع مقتبس. اسم الله عليكي، ما تقلقيش انا سألت عنه، حطيت له موبرين في كل حته. ترى بقى يا ستي شاب جميل ولذوذ، يعني اورين كده في بعض. يا رب يجعل فيها القبول. بس انت مش عارفه انك صغيره بتاع كلام ده. صغيره بقى صغيره بقى يا حبيبتي، يبقى يربيني على ايده بقى. وبعدين مش جايز هو اصلا يطلع مش متربي، يعني اللي هيبقى انا ولا هو. ربنا يديك يا مينا يا الله، صابرين يا رب. انا حاسه يا ولادي ان ده اللي هيعوضني على كل سنين ندم. ندم يا بنت، عندك كام سنه على اللي انت بتقولي ده؟ انت يا بنت احسن على لا ما هو واضح ده انت ممكن تطلبي ايده هو شخصيا. بقولك ايه، محدش يزعق لك، ولو متضايقه اعملي زينا. لا استرجلوا كده عشان المدرس ما يستحقناش، مش السنه لسه بتبدا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. صباح الخير. في ايه يا احباب الله؟ في ايه يا اطفال؟ خير، ما تخلونا نبدا الحصه على خير. لا يا استاذ بتضربني عشان دلوعه، مش عايزين نتكلم يا استاذ. عشان ايه؟ عشان ايه؟ عشان بكره. ايه اللي مستني؟ ايدي انت يا بنت. ايه؟ انا مجنون. بقول لكم ايه؟ اوعى يضركوا البليزر. لا انا عبيط. انا بقول يا استاذ نجم عشان ما يتاخرش. نتاخر على ايه كتموتوا؟ على المذاكره عشان نلحق نروح بدري ونذاكر بدري، ولا
درجاتي وتبقى شبه الكلاب المزنوقه في اخر السنه. انا ايه؟ انا مجنون، انا عبيط ماشي. وبعدين الفصل فاضي فين كده؟ فين باجي؟ في عينك منال، اصل بعيد عنك يا استاذ، حكايه النهارده. واخد بالك يا استاذ؟ حنتها حنة منال بتاعتنا؟ منال بتاعتنا الطفلة دي اخرها تحط ستيكر باربي تلعب البخت. ايه بقى ان دي بس؟ ربنا يديك العافيه يا حبيبتي ويهدينا. انا بقول نركز في الحصه. وانا بقول كده برضه، طول ما انت بتخرج من الموضوع هما مش هيسكتوا. ايه جروب مطلقات 2019 اللي انا دخلت فيه ده؟ انا شكلي دخلت فصل غلط. عايز بس تفهمك. ايه؟ انت بتلخبط بس علشان الفصل مش في مكانه. انا فاهمك، اصل الفصل ده بتاع تالتة تاني، احنا مشيناه مع عشان في بلطجة. بلطجة؟ لا افتحي ايدك يا بنت، افتحي. ايه الدنيا ساجعة؟ افتحي ايدك. لا افتحي اللي هتفلت ب 18 وربع. افتحي ايدك. لا عفيت عنك، امشي. يا ناقصة هبل، يا ناقصة عطل، في ايه؟ بابا فاتيني وعجبنا بيطلع واحدة وتنين في نيل. في ايه يا جدعان؟ انا بروح شوية يا جاجي ولا لازم امتحن. بقول لك ايه خساني؟ البت دي مش مظبوط. حبيت اقول معلومة. المهم اعرفكم بنفسي، انا استاذ فتاحة محمد السيد علي احمد السيد ابراهيم السيد ابراهيم فتاحة الوحيد. انا واخد اولمبياد بكين بالبكيني في اللغة العربية الفصحى. الوحيد اللي بيقول من الالف للياء من غير ما يعطل في الدال. ايوه انا ما تستغربيش. هنبدا النهارده بالحصه، هنتكلم بقى عن ايه؟ عن الشعر. الشعر كان زمان في حب زي مثلا كيس. حد يعرف حاجه عن كيس؟ انا يا استاذ. ومكفي. كيس ابن الموحوح. انت واكله حامي؟ ايه اللي الموحوح؟ اسمه الملوحح. مش عارفين حاجه من بقول لك انا عبيط. اقعدي. مش ده استاذ اللي كان شات البيت اللي كان ماشي معاه؟ لا عند ليلى نعمل فول ستوب. ليلى دي اشرف من الشرف. ليلى دي كانت ماضيه ورقه عرفي مع كيس وابوها عارف. يا بختك يا ليلى. يا بنت انت عامله شبه القشطوطه كده. في ايه؟ البت دي مش مظبوطه. حبيت اقول. المهم كان زمان بقى عندهم اعتقاد ان البت لازم اول لما تكبر يجي لها عريسها بقى ويتجوزها وياخدها على طول. ايه دي؟ جواز كده صلاجة من اللذيذ. ورديها من غير مشاعر. ورديها انا عامل بسله. ايه اللي انت ما بتحسش. ايه يا بنت؟ وبعدين بقى الاجيال هيبداوا يتواصلوا الموضوع ونجاز زيهم. يعني عليك يا فاتن مش مكتوبه لك ولا في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل. مستقبل؟ في الشارع اللي وراه. ده انا هديكوا حصه باتفاق ده دلوقتي. اقعدوا. انا اعرفكم مين فتاحة السيد احمد السيد علي احمد فتاحة. ماشي؟ وانت طول ما اللي انت فيه ده كده مش هتطلعي قدام. طب وابني؟ انت محتاجه تعملي عمره 10 مرات عشان ربنا يتوب عليكي. بقى انا مجنون. ما تقطعناش بقى، خليها ركز. ايوه ماشي. قمر في حصتي ده. يوم القيامة امتى ده؟ يوم القيامة امتى ده؟ ايه ده؟ قمر في الحصة بتاعتي. انتحر؟ يا استاذ دي كوتشينة على فلوس. هتخش النار على مراحل يعني كده؟ ما اسمه قمر ده. انت هخلي ليلة ابوكي سودا. ما غلطتش يا استاذ، مش هو اللي بينام في الضلمة؟ يا عسل يا سكر. ماشي يا بنتي ماشي يا بنتي يا حيوانة. انا مش بيت. انت كونغر يعني ولا انت ايه؟ ايه انت؟ يا سلام، بقول بقى نلم الموضوع ومفيش داعي للفضايح. انا قافشكوا على الدائري. وايه اللي مفيش داعي للفضايح؟ انت بصبرت في الحصه بتاعتي. ده يوم القيامه امتى ده؟ يا استاذ ده انا اسمه بياني، ما تكبرش الموضوع. بيانك؟ ده بيانك؟ يا لهوي عليكم يا لهوي عليكم. يا استاذ اسمع كلامي عشان تحافظ على نفسك وتروح بيتك بالسلامة. ما خلاص بقى يا جماعه، عشان خاطرك انت يا فوفا ولمي اهل بيتي. يسمع من جواك ربنا. والله ما مظبوطه. ايه يا فوف؟ هقول لك على حاجة. لا يا فوف عايز اشرب. عامله لك حاجه انما ايه هتاكل صوابعك. يا فوف انا عايز اشرب. هتصغرك 20 سنه. يا فوف مش هتحسسك بفجأة السن ده
خالص. عايز اشرب. كل يا استاذ. استني يا فوفا، هنتكلم بقى على الاعراب. اعراب سندوتش شاورما ايه؟ سندوتش شاورما مبتدأ ملفوف في التومية. مبتدأ ايه؟ ملفوف في التومية. تمام تمام. اقعدي اقعدي. تعالى يا مدير ازاي؟ قرار اداري. انت اللي جايبه لازم تدوق برضه. قرار اداري بسرعه يلا. قرار اداري؟ دوقني كده يا استاذ. ده القرار الاداري. انت في سي سفره؟ انت في مدرسه؟ استاذ فتاح. لا استنى يا خد قرار. انت الراس الكبيره نفسي تاخد قرار. نفسي. استاذ فتاحه مخصوم لك نص يوم يا استاذ حماد. على فكره انا كنت بشرح، مش انا كنت بشرح. ده تشرحوا ايه؟ ده مش بتشرح. انا هسالهم. انا مش جاهزين. لا مش جاهزين. مش كنت بتشرح؟ طب اسال بقى قولي لي حاجه بحرف الالف. ابدا. حاجه بحرف الب. بحبك. وانا كمان. هو التعليم باظ من شويه. قلبه بالله عليك ما تكسبش. هو انت قواد؟ انت واخد فلوس عليهم. خد قرار اداري. خد على قرار فكره إداري. بقى مش انا لوحدي اللي كده. تا احنا كلنا كده. كلكم كده؟ كلنا مين؟ لا مش كده. كلنا مين اللي كده؟ كلكم المدرسين يا استاذ بيانو بتاع المزيكا. استاذ كمانجا. هو بينزل بيمسك العود ويمسك العود من تحت وعودوني عليك احبك، عليك احبك. تعال نشوف استاذ كمانجا. ده يلا انتوا بينا. ليلتكم سودا والله ما هسيبكم. عودوني عليك تعالى. ليه يا نسيب وقفت منك. هي تسيبني سنة وانا مش بنساها يا ربنا. يا حبيبتي بجد وحشتيني. بس انتوا بتعملوا ايه انت اهو؟ لا نفك بقى. قلبي اتدمر من بعدها، وحشة وقتنا وحشتها، والنبي ما حد يقولها انها محتاجة وحناها، وبنعمل بعض وحشاني بعدك مش لاقي حبيبتي اللي يا فوق تجرحيني بعدك بقيت وحداني. سألتني في دنيتي انت اللي ليا فرقتي، على ايدك لقيت ضحكتي وبعدك مثل الدمعتي، مستحملني في عصبيتي يا استاذ دليل السكتي. انت اخويا سبب فرحتي وبتفهم من نظرتي. السر في واحد منهم العبسه دي بعدت عننا. انت وحشتنا وربنا طلع يا رب قادر يا كريم. خلاص راجع ليه وهتبقى يا عم في وسطنا. انت المبعد كسرت لما نروح امشي يا سمير. جد الاسلام فانت في شارع تمام يا علي تمام. ويا جد الاسلام فانت تصيب. يا ساتر. ساعة كده. ساعة كده. مفيهاش حاجة. المدرسة قديمة. المدرسة قديمة وبايظة. اهو. تمام كده هيقع ولا ايه؟ قشطة؟ ماشي. يا ساتر. ترقصوا قلالات الأدب. استنى اخد نفس عشان عملت مجهود. استنى. تعرفوا ايه انتوا عن زمن الرقص الجميل؟ زمن سهير زكي وعزها. يعني مستر ايه؟ اخوك راحت فين؟ انا في عزها دلوقتي. سيبني عشان مش فاضي في الحاجات دي دلوقتي. تعرفوا حد عن الرقص بتاع حد يعرف راقصة دلوقتي؟ انا مين؟ صفينار. دي عليها عز. يلا. استحاني. انت عطر ماشية. بتقولي ايه؟ شاطرة. مين دي التانية؟ التانية دي مين؟ تينا. عادي عادي.
انت شكلك محترمه يا بنت، انت تعالي. ايه القرف ده؟ ايوه انا اخر ما رحت الكباريه كان كباريه يا روحي. كباريه يا بنت؟ انت بتروحي كباريات؟ لا اصل ده كان نايت. كان نايت بدل شفت بالليل. اقعدي اقعدي، عندك نمره، اقعدي. استاذ لو سمحت اتفضلي. ممكن سؤال بعد اذنك؟ اتفضلي، انا جاي هنا عشان اتسال. هو ايه الفرق ما بين الراس الشرقي والراس الغربي؟ بس انا مش عارفاه. الراس الشرقي والراس الغربي؟ اه ايه السؤال ده؟ انا كمان الراس الشرقي الرقاصه بتبقى مشرقه. الراس الغربي الرقاصه ولا هي بتبقى مغربه. ما انا ما فهمتش حاجه برضه. ما انا برضه ما بقولش الكلام الهبل ده يعني الراس الشرقي الراقصه بترقص بالشرقي كده، اما الراس الغربي بتبقى مغربه كده، اما الراقصه الوسطانيه بتبقى بترقص حضرتك. بقى انا بقول ايه بس؟ بتضحكوا علي بس. اقعدي بلا شرقك بلا غربك. انا هسال السؤال بصيغه تانية. انا امال ادبش هسالك سؤال انا مش حاسك انا. قول لي ايه الفرق بين السلم الموسيقي وسلم بيتكم مثلا؟ اللي السلم بتاع بيتنا مسلم بتمسح، اما السلم الموسيقي مسلم مش بتمسح. السلم الموسيقي بيبقى مطرب يعني ما بيتمسحش؟ انا مالي بام زينب بالشغله السوداء دي. هسال السؤال بصيغه تانية عشان انا حاسس الاطفال احباب ايه يا ده؟ انت مركب اباجوره؟ ماشي ولع الدنيا. ايه هي درجات او مما يتكون السلم الموسيقي؟ حد يعرف؟ انا يا استاذ. اتفضلي. دو. كويس. يك. دو يك دي بتلعب على المشاريب. ايه ده؟ تعالى. ايه يك دي؟ معرفش ازاي. انت هتعملي حمام هنا؟ ايه اللي اقعدي. انت بتاعت الكبريات ملاحظه حلوه طبعا. دوري مي انت حافظه. يلا عشان عندك نمره. يلا بعد دوري مي لوبيا. بعد دوري مي ايه؟ لوبيا. دوري مي لوبيا. ثانيه واحده عشان ايامنا سودة. تعالي يا حلت امك تعالي. دوري مي ايه يا بنت؟ لوبيا. ده انت ليله اهلك كوبيا. تعالي. لوبيا ايه؟ ايه لوبيا؟ اقعدي. والله العظيم اللي قالتها احلى. اللي قالتها ايه يلا؟ احلى. احلى عليك. على فكره يا استاذ اللوبيا مستلم الموسيقي. لا اللوبيا مش مستلم الموسيقي. اللوبيا مش مستلم الموسيقي. يا عم كنت بقى. طب بتزعل على ايه؟ ايه؟ طب بتزعل على ايه؟ تعالى انا بتقول ايه اهو. لا يا عم كنت بقى. طب بتزعل على ايه؟ انت تعرف ان انا لو موتك اخش الجنه؟ تعرف ده؟ اقعد. انت مستفز. ايه ده؟ خلي بالك انا سمعت اللي انت قلته الصبح على المدير مع عم شكشك، ولو عرف مرتبك مش هيزيد. واخد لي بالك انت؟ لا استنى مهاب تعالى. استنى بس استنى بقى. انت شدتني بجد من ودني. عمر ما قالش كده. عشان الناس تقطع تخص. عشان الناس تضحك وتجيب ودني؟ اقعد جدك قوي. اقعد. عاجبك ولا مش عاجبك؟ ايه؟ عاجبك ولا مش عاجبك؟ ولو مش عاجبني؟ هيبقى غصب عني. انت متربي في زريبه لا؟ ماشي. بما ان كده هضطر اقول لكم المعلومه بشكل سليم. السلم الموسيقي بيتكون من رز بالشعريه، الله. مكرونه بالتقليه. الله. يا منال ما تهدي بقى لغايه ما يجيلك عدلك. ايه ده يجيلك عدلك قريب؟ ايه تكني فيكي ايه؟ ايه يا مستر؟ ماشي. رز بالشعريه ومكرونه بالتقليه وبيتكون من
طبق لوبيا. أما كنت بتاكل ليه؟ تقولي ايه؟ أما كنت بتاكل ليه؟ أنت بتتضايق عليا بتصبرك عليا. يلا بنت تقوي بني ادم انت. يلا ما تتعبنيش بقى. اقعدي. مالك يا أستاذ؟ تعالى لو واحد انت. طب أنت قدام المدير إن إحنا شاطرين وجمال هنظبطك قدام. بالظبط ومرتبك هيزيد. بتاعت اللوبيا انتوا بتستغلوني. الا ما شفتوش ريحه التربيه. أنا مش عاجبك. شبك وأنت بتشتم. ما كلمتش والله. بتشتم. تمك جايباك ترازي انا. ماشي حاضر. خلاص ده انتوا مش نافعين في اي نيله. بقول لكم ايه؟ كل واحد يتحط في حته يفك جسمه. هنعمل تمارين. كل واحد يقف يفك جسمه عبال ما عندك بتاعنا بتتخلع. اهم حاجه في ايه التريلا اللي قلبه على الصحراوي دي؟ تعمل ايه؟ استنى يا مستر. تعمل ايه؟ اهدى. اهدى انت. اهدى. بتعمل ايه؟ بفك صوابعي. عارف صوابعك دي كلها احطها لك في جيبك. قوم يا منات. مرقص بقى. تعملي ايه؟ يما مال عمرو. وانت بتقدمي على المعاش. الله يرحمها. انا مالك؟ اللي يما الله يرحمها. ده انا شايف ايام بتعملي ايه؟ دايخه. يا بنت المجانين ما انت بتدوخي اكتر. دايخه بتلفي. ده انت الاي كيو ده. اقعدي. يلا اهو. بتعملي ايه؟ انا بفضي. بايه؟ بنفضي. بتنفضي كعب رجله كده. بتنفضي ايه؟ قوم يا لواحظ. قوم. انا عارف القبض في الكاميرات بقى قليل اليومين دول والدنيا بايظه. اقعدي يا لواحظ. اقعدي. بتعملي ايه يا دنايا؟ خلاص يا استاذ. خلاص. لا الاسهال في الحمام. اسهال وقرف. امشي. انا مش ناقص دروات. خش. النبغه اللي ما شافش ببريزه تربيه اهو. ده اللي حاسه ان هو بيعمل حاجه رياضيه. بتعمل ايه يابا؟ لازم اوصل للبراميل. وصل البراميل. ايامك سودة وايامكم نيله. تعالوا هنرجع للاستعراض اللي اتعلمناه في اول السنه. قولي صف فين؟ حاضر. ضل في صف الاستعراض اللي في اول السنه. فوق جسمنا. فوق. جانب الفرح جنين. مالك انت بالاغاني؟ جانب الفرح جنين. تعبت والله خلاص. قعدهم دول بسرعه. انت مالك انت بالمزيكا؟ ها؟ تفهم ايه بالمزيكا؟
بصراحة أنا جاي عايزك في موضوع محدش يعرفه غير ما تلم سوسن بدري دي يا منال مفيش عرساء يا قوم لوط يا ولود. اقعد هنا. تعالى هنا، مفيش حد غيري. مفيش حد غيرك في الفصل. اسكت بقى، اسمع اقول لك على حاجة. أنا عايز أقول لك حاجة محدش عارفها غيري. ايه؟ أنا بصراحة أخو محمود الليثي. محمود الليثي انت اخوه؟ ايوه الليثي، محمود الليثي. الليثك دي عمليه في العين اولا، يعني اسمه محمود الليثي. الليثك دي عمليه للعمر. لا لا انا اخوه. ايه اللي بيثبت لي انك اخوه؟ والله يعني انت كده حلفت انا اصدقك؟ طب انا يا اخو احمد فيليكس. طب وايه اللي يثبت لي ان انت اخوه؟ والله ايه ده انت اخويا انا. طب يلا نعمل دوينتون الليثي. يلا بينا. امي قالت لي روح الجامعه في بنات امامير. بنات امامير. انا رحت الجامعه لقيت فيها بنات فرافير. بنات فرافير. طب 5 جعان. ولا 10 دول الكلام على موت على اي حاجه. حلوان معادي والجايه تعب. بقول لك انت مجنون. اطلع اعمل حصه. انا اطلع اعمل حصه. طب بصي وراه. لا مش بصي. بصي وراه. طب 5 جعان. لا هو هيبقى واحد جد دلوقتي. واحد بس اللي واحد جد اهو. يعني الراب ده اهو. المرفوض اهو. المرفوض اهو. المرفوض اهو. المرفوض يرفع ايده اهي. كمان جاي ايده اهي. تخيل ان دي حصه الموسيقى. اقعدوا عجبتني. والنبي تاني. لا هكتب لك على وشك. لا الاستاذ ده هو اللي فتن عليا ان انا بفك. لا يا استاذ، احنا رحنا للاستاذ لقيناه بيعمل زيك بالظبط، ما يتخيرش. ايه كنت باكل شاورمز. طب على فكره شاورمز. ايوه كله المحل كله شاورمز كلها. العيال دي اوائل في العربي، ولو عايز تسالهم حاجه في العربي والاساتذه تحكم وانا هجوب. هتفضل اسالهم بعد اذنك يا استاذ. مش انت بتاع فيلم الناظر؟ انا زي بابا بالظبط. مش انت جديد سباق استاذ سيبك كل ده. فين ازاي بتاع المدرسه يا استاذ؟ بتاع ايه بقى؟ المدرسه. ده مدرسه ايه؟ انت مش عارف، انت مسكت في دي مدرسه. بس اسالوا احنا. هتفضل اسال. بعد اذنكم احكموا عشان تعرفوا انهم بهايم. اسال يا باشا. مين يعرف يقول لي ايه الممنوع من الصرف؟ لا ده ممنوع، ما قلتش عليه ده. انا ما بقولش حاجه ممنوعه للعيال بتاعتي. ايه ده؟ انا ينفع اقول لك ايه الممنوع من المزيكا؟ طب ايه هي ادوات النصب؟ الطفاشه والمطوه والسكينه والحاجات دي. دي ادوات السرقه يا ابني. ما النصب، ما القانون بيحاسب على الاثنين. وانت خريج ايه؟ انا خريج حقوق. وشغال في المدرسه. بدرس عربي. عربي شاطر في ايه؟ الانجليزي. يلا انت اخويا يلا. مفيش حد هنا بيطلع حاجه هو عاوزها. الله. بقول لك ايه؟ اسالهم لك في المزيكي. اسالهم في المزيكا واتفرج على النوابغ. ماشي. السؤال الاول، رب الكون ميزنا بايه؟ بميزه. والله قلت لك حمو بيكا ما حدش صدق. اهو نفس الحاجات. يلا يا ماما كان بيشوف فيكي. ابوس ايدك، نفسي المدرسه تبقى يعمل لهم قرار اداري. والله لو اديتهم جزاء المدرسه تمشي زي انت لو شالوك المدرسه هتبقى زي الفل. والله تخيل ده على الارض. تخيل ده مدرس. ما تشيلش بقى الحاجات دي، عيب انت مخرج. يلا المفروض معاك ازيد من كده. اسال يا مدير يهبك. يلا اسال بقى. هخصمها من مهرك يا ابني. عايز اغنيه للشاعر هشام الكخ. هقول ايه كخ؟ يقول باقي حاجه دلوقتي. بحبك رغم دفوهاتك دونك، واصلا مش شايفها عيوب. نبغه مثلي يا بنتي على فخادك ايه ووشك اللي كله حبوب. محببه. فاكرة أول مرة شيشنا؟ ده غرزة. طب فاكرة أول مرة حششنا؟ ساعتها كنت عاملة دماغ، فضحتيني، رفضت إنك تسيب الجب، طلعت ساعتها استنى! أنا عايز أعرف طلعت إيه؟ طلعت ميتين جنيه وحسبت حشيشة. ايوه طلعت 200 جنيه
قسمت قشين. كان اسمها 200 جنيه. انا فلاحي بس اعتدي احنا مصقبينها على بعضنا دي. ولا بعد الام اصبر، بعد الاف بعد الاوف انتوا تعالوا على المكتب بعد اذنكم عشان انا ماما جايه هتسال عليا. انا من زمان مستني الجمله دي. انا ماما بحصل لك نص يوم يا استاذ. انا مالي. حبيبها
لست وحدك حبيبها حبيبها لست وحدك حبيبها دي الصعبة شلة كلها حبيبها في كل مادة فكر حبيبها والكل ماشي كمان حبيبها فكر في روحي كلها ماشيين مع الواقع. احنا اللي متخلفين، انتم اللي مش ماشيين مع الواقع عشان نعبر كشنا. اقسم بالله لو ما تغيروش الموضوع ده، انتوا دين حابب يا بنتي. احنا الجيل القديم، الفن اللي بجد. انتوا اللي بتقولوا كلام غريب. يعني ايه اديك في السقف تمحور؟ يعني اديك لازم احرق. لا انا فاهم تاني. لا يا بنتي احنا جيل محترم، انتم اللي جيل مهبب. ثم ان في حاجه بقى، الاخلاق يا اساتذه، الاخلاق. مفيش اخلاق ولا ادب ولا لازم لبن. شقلطوني في بحر بيرة دغري سكنت الأميرة في الجمال حلوة وخطيرة مش بشوف زيك يا بطة بحر عشق وموت محبة انت ساكنة روح يا شابة قشطة عسلية ومربى والله اللي قلناها كانت احلى وفيها طرب وسخنة وبسمسم. ولا ايه يا جدعان؟ سمسم بابا خلي شعرك سيد الوالد. انت اسمك ايه يا بنت؟ اسمي سامية التوني. تونة؟ ها انت يا ماما انت وهو حبايب فراوي حمو الخضر. ما تخرجوش بقى من الموضوع دلوقتي. عايزه نثبت لكم ان الزمن ده زماننا، والاغاني العقيمه بتاعت زمان اللي من الاربعينات اللي ماتت دي تنسوها خالص، وما عندناش مانع تبقوا معانا. معاكم ونغني الاغاني البيئه دي لو كانت اغاني. قال ايه يا كوكب الشرق؟ سمعتوا اغنيه خير الله ما جعله خير؟ بتقول ايه بقى؟ اسمع. انا عايزك تحفظ شكلي. الله الله الله. انت يا ولد انت فاهم ايه عندكم؟ طيب انت يا ولد مش قد مشاكلي. الله الله الله. احسن لك روحي يا استاذه يا بيبي يا حلوه على جهه تاكلي يا بنت. ايه ما قلت ام اللحمه ما بتتغناش كده، بتتغنى كده. انا عايزك تحفظ شكلي انا مش قد مشاكلي احسن لك روحي يا حلوه يا بنت على جهتك هتتاكلي وسجدك مش نافع ارجعوا الحكام ومدافع انا 5 شويه عليا وهفضل فيكم بايدي رافع ولا فيكم بايدي رافع يمكن حتى على خيبتكم الاهي بره وفي جبهتكم اراضيس ولا نسوة بتبكي بس يخرب بيك ابو عفانيتكم يخرب بيك ابو عفانيتكم والحرب دايره وبنحالكم كابين عليكم لو بتقعد اجعص.
ليه 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 عين دمع يسال يا عود. بتقول ايه؟ انت ازاي تتدخل في شغل جوه المدرسه يا استاذ؟ انا مش عاوزك تتضايق، انا بحاول استخدم جزء من الحق جوه المدرسه وده بصفتي شريك فيها. شريك فيها لكن انا مدير المدرسه ومعلم قديم فيها، وده اللي خلاني اكون في المكتب ده دلوقتي، وبرفض تماما انك تتدخل في شغلي. وانا شريك في المدرسه وعاوز اغير نظام التعليم للاحسن. ايه المشكله في كده؟ المشكله يا فندم ان الخطه اللي بتجيلنا لتطوير التعليم لازم تجيلنا من الوزاره، بتكون مدروسه على اسس علميه وعاليه جدا، وانت لو عايز تقترح عليا رايك بتديهولي وانا ببعته لسياده الوزير، سيادته بقى يوافق او ما يوافقش. طب ولو ما توافقش عليه؟ مش هقدر افيدك بحاجه، مش بايدي حاجه. يعني افهم من كده انك عاوز تمنعني من التحكم باملاكي؟ املاكك لكن في سلطه اكبر مني ومنك تمتلك هذا المكان. احنا غالبا كده ما اتفقناش. وانا اسف جدا لحضرتك. انا كده مضطر ابيع نصيبي وخرج ايدي من الموضوع النهائي. واحنا يا سيدي مستعدين نشتري منك. عموما انا هعرض الموضوع للبيت واشوف السعر اللي هيجيبه، وعلى فكره انا في سعر جالي عالي وانا رفضت، بس تقريبا كده هوافق. ممكن تعدي عليا كمان يومين نشوف الموضوع ده؟ مع السلامه. الو يا استاذ حماد، الحقني في مصيبه. اما انت مدير حمار صحيح. وبكده يا اولاد نكون اخدنا تاني حصه في التاريخ، عشان تعرفوا يا اولاد اننا اصحاب ال7000 سنه حضاره. ايه ده يا استاذ؟ هم العالم هم اللي نقلوا الحضاره الغرب؟ ليكي حاجه تستغربي، لان الفرق بيننا وبين الغرب دلوقتي كبير. بس معلوماتكم يا اولاد، الفرق بيننا وبين الغرب زمان ما كانش كبير، بالعكس احنا كنا سابقينهم ايام محمد علي، كنا سابقينهم اقتصاديا وثقافيا وحضاريا كمان. بس عشان تعرفوا على مر العصور الفرق بيننا وبين الغرب، ان الغرب شعوب تختار والعرب شعوب تحتار. الغرب تحالفوا والعرب تخالفوا، الغرب للعرب بيكرطوا، العرب للغرب بيفرطوا. هم وصلوا للحصانه واحنا لسه في دور الحضانه، هم اتعلموا بالاقلام واحنا اتعلمنا بالافلام. يعني باختصار يا اولاد علمناهم الحضاره سبقونا على الابواب. معنى كده ان العرب سبقوا الغرب في حضارتهم؟ كل الحضارات القديمه على رسوم الحضاره الفرعونيه، ما دي كل الحضارات، ده غير الحضاره الفينيقيه والاشوريه البابليه والكنعانيه، وبعد ظهور الاسلام والطفره العظيمه اللي حصلت في الاندلس، ثوره في الفكر والادب والفنون. يا ترى يا اولاد التعليم هيبقى سر مقتلنا ولا هو سر عظمتنا؟ ما حدش عارف. وما هو العمل؟ كيف سنتصرف نحن مع اعدائنا الذين يريدون تاخرنا؟ لابد ان نقاومهم بالذكر والعلم والثقافه. وهكذا هكذا لن يستطيعوا ان يهدموا تاريخنا العظيم. لن يهدموا ابدا قيمنا، ولن يشوهوا فنوننا، لن يشوهوا ابدا تراثنا، ولن يعطيهم بالفرس ابدا. برافو عليكم يا ولاد. خلي بالكم اول خطوه عشان تحافظوا على تاريخكم هو انكم تعرفوه كويس، وانتوا خطيتوا اول خطوه. عشان كده مبسوط منكم، هديكم 5 دقايق راحه.
ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انتوا بتعملوا ايه هنا؟ جايين نقعد معاك يا بابا، جايين نقعد معاك. بس انا عندي حصه. مش مهم، جايين نقعد معاك وخلاص. ايه الرخامه دي؟ ماليش مزاج اشرح اصلا. اقعد. مالك يا مستر؟ مالك؟ مش عارف يا لولي، بفكر ازاي اخليك راجل. يا لهوي، انت بتساعد ما دخلت وانت مزاجك وحش. مش عارف اقول لكم يا اولاد، حاسس ان المدرسه هتنهار. يا استاذ في الباص ما تقولش كده. يا سلام اهو. مش قصدي كده، ولو في حاجه مضايقاك قول لنا برضه احنا ولادك. صدقوني يا اولاد انتوا فعلا ولادي، وانا فعلا حبيتكم جدا. بس سيبوني انا ابقى كويس ومحتاج اقعد مع نفسي شويه. حتى لو قلت لك عشان خاطري. عشان خاطري. موضوع ان في مشاكل على المدرسه. زي ايه يعني؟ يا جماعه سيبوني، قلت ابقى كويس. سيبوني، روحوا اقعدوا. زي ايه يعني؟ زي ايه؟ في حد عاوز يبيع نصيبه في المدرسه والمشكله ان احنا مش عارفين هيبيعوا لمين. والمشكله الاكبر يا اولاد ان نصيبي ده اصلا مش دافع فيه فلوس، ده عقد شراكه. تقصد ان الراجل ده ممكن يهد المدرسه ويبني مكانها حاجه تجاريه لو ما نفعش يبيعها للي هيدفع اكتر؟ ايوه بالظبط. والمشكله ان انتوا ما تعرفوش المدرسه دي بالنسبه لي ايه وخرجت اجيال قد ايه. طب ما تشتروها مني. يا ريت ينفع، لكن انت ممكن يعلي السعر اللي يدفع اكتر، والسعر ده اصلا احنا ممكن يعني ما نقدرش عليه. طب وحل ايه يا استاذ؟ مش عارف. هو بيقول ان هو يرجع كمان يومين ويحل الموضوع ده. انا اقول لكم الحل. هو مش الراجل ده مع ورقه تثبت ملكيته في نص المدرسه؟ يبقى احنا لازم ناخد الورقه دي منه. صح، وكده مش هيبقى عندنا اثبات للمدرسه، ودي طبعا لعبتنا ونعملها بمنتهى السهوله. اما انا بقى هديله درس عمره في حياته ما ينساه. لا العظيم انا خايف يديك انت درس في الرجوله. اما انا بقى هشغله لحد ما تخلصوا مهمتكم، وانا بقى مش هسيب ورق بس بعد ما ياخد منه الورق. برافو عليك. ولا كهربا معانا ولا انت؟ والله هو ده اللي انا كنت مستنيه منك، هو ده. برافو عليكم يا ولاد، تقريبا مفيش حل غير كده. ربنا يستر.
حرام مفيش حرام. الراجل اتاخر وانا بدات. ما توترنيش بقى، انا كمان متوتر والله، انا كمان متوتر، انا مش عارف اطلع. سيبني في حالي لان انا مش طايقك، انت السبب في كل ده. سيب شعري. سيبه الغايب حجته معاه. الراجل عاطيني ميعاد اللي هو ايه 8 دلوقتي 10 الا ربع. الغايب حجته معاه تلاقيه زحمه. يا عم ده راجل اعمال، زحمه ايه؟ الطيارات، انت عارف المطبات الهوائيه. انا غلطان اللي بتكلم معاك اصلا، انا غلطان. انا الراجل قال لي اللي هو هيجيب واحد يشتري نص نصيبه في المدرسه، انا مش فاهم حاجه خالص. انا فاهمك يا استاذ. الباشا واخد نص المدرسه مقابل ان هو يعمل لها اعمال تطوير، وطبعا نص المدرسه بقت في الملك الخاص بتاعه، وبرغم ان احنا اصلا ما شفناش اي تطوير في المدرسه حب يلعب عليها لعبه، وهو انه يتحكم في المدرسه ويعمل فيها اللي هو عايزه، وممكن يبيع نصيب واللي هيدفع اكتر. زي ما قال لك كده لما عرض عليك تشتري نصيبه في نفس الوقت اللي كان عارض فيه نصيبه على مستثمر اجنبي. يا ترى مين فيكم هيقبل العرض؟ انت اخر واحده تتكلمي عن العرض يا قذره. بس ما تقلقش احنا خدنا منه الورقه اللي بيثبت بيها ملكيته في المدرسه. انا بقى كلمت البوليس وهو زمانه جاي. بنتك صوت. محدش غير من مكانه. حزام تعالى حزام. تعالى. قبل ما نبدا اي حاجه، انت ليه جايب قوه خاصه؟ عسكري بتاعي دي خاصه جدا. كلها بره، هو مفيش غيره. واحول انت جايبه يقبض على حد تاني، وليه رافع المسدس؟ ده واحد انا مش خناقه. ده واحد يا فارس. قبض عليه يا عسكري. اثبت مكانك يا فارس. انا بعرف معاه. يا عسكري يا غبي. هو ده فارس. هي دي القوه. لو كنت جد ابن اختي كان دافع عنك. خلاص انا بعرف اتعامل معاه. خلاص عرفنا مكسبه. هتاخد رقمك بعد ما يتخلص. عرفت ان هي بطل، انت بطل خلاص. قبض عليه يا عسكري. الحمد لله نصت صح، الحمد لله. بعد اذنك حاج الظابط ناخد معاه سيلفي. لا خد السيلفي. تعالى انا هاخد معاكم سيلفي. يلا اطلع بره. تقدر تقول لي يا استاذ بقى مين اللي عمل كده؟ الاطفال دول هم اللي عملوا كده. والله احنا محظوظين بيهم جدا والله يا فندم. ما شاء الله. لولاهم كنا رحنا في 60 داهيه. الاطفال دول يا فندم بيحبوا المدرسه زينا بالظبط، ويمكن اكتر مننا. والله متاكد ان هم بيحبوها اكتر منك يا ابو كرش. ايوه انا عارف. ما شاء الله يا ولاد، الله ينور عليك. بعد اذنك يا حاج الظابط احنا عمرنا ما كنا وحشين ولا عايزين يبقى كده، ويمكن الظروف اللي حوالينا هي اللي تكون حطتنا في كده. يمكن لو كنت لقيت تعليم بجد يمكن كنت هبقى احسن. يمكن لو كنت لقيت الشرف كان هيبقى احسن. استنى بقى، وكنت هستخدم ذكائنا في حاجه تفيد مجتمعنا. ذكائنا برضه. انا واحده يا استاذ لقيت صحابي كده واللي قبليه كده، فاضطريت ان انا كمان ابقى كده. لكن لو كنا لقينا اللي يشجعنا ويهتم بينا اكيد هنبقى احسن وكنا هنفيد مجتمعنا. لو سمحت احنا عمرنا ما كنا مشاغبين زي ما بتقولوا. احنا مش واخدين لحقنا ضاع. لو حسينا ان في خطر بينا لما حسينا المدرسه هتقوم ان انا عملنا كده عشان بحب المدرسه، يعني من الاخر يا استاذ. أبجد هوس حطي كلامه، شكل الأستاذ بقى منسجم. أستاذ حمام نحن الزغاليل، من غير جناح بنميل ونطير، والمكر فينا طبع جميل. نقول لا 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 يعني نعم. أبجد هوس حطي كلامه، شكل الأستاذ بقى منسجم. إن جاء زيد أو حضر عمرو، طب واحنا مالنا إن شاء الله ما حضروا. المبتدا هنجيب لك خبره، من نظرة واحدة هيصبح عدمه. أبجد هوس حطي كلامه، شكل الأستاذ بقى منسجم. كان فعل ماضي ما تسيبه في حاله، والماضي احنا مالنا ومال. خلينا في الحاضر وخياله، ونعيش على بهجته وزمانه. ده القلب لسه في عز اماله، عايز يعيش على طول مبتسم.
لو ابوكي حضر ويانا وشاف وسمع الغنى دمعانا، انا اللي هصبح في خبر كان بدل ما هي راح اخد صورة ابقى اتهوس حط كلام، شكل الاستاذ بقى منسجم بقى منسجم. حبايبي ليه هجروني ليه كده وقلت تصحي عيوني ليه ليه حبايبي ليه هجروني ليه كده وقلت تصحي عيوني ليه يا ليلي يا عيني اشتكيت من طول سهادي يا ليل والكف ايدك مليت من دمع عيني يا ليل وكم من فجر صحيت وصحاني على عهودي وحتى العين في قفلتها بتصحى دموعها في خدودي تسبح في الفضاء شغلني عن حطب عودي وهبت وجودي علشان عمري ما عشت لوجودي ضحيت هنايا فداه وحعيش على ذكراه دايم على دنيا زي الضحى والليل يا ليل يا ليل يا ليل يا
أنا مبسوط إن العدد الجميل ده موجود النهارده والله. أسمع تحية ليكم الأول. عجبكم العرض؟ والله؟ الحمد لله. بالأمانة ولا بتضحكوا عليا؟ الحمد لله. عاوز احيي الاول قبل اي حاجه فريق الاستعراض، كريم نور عاوز اسمع تحيه كبيره للفريق الجميل ده بالامانه، انا بحبهم جدا. فريق الأطفال هم نتاج ورشة الأطفال دفعة 14 و15 و16 و17. أمير ماجد حبيبي وأخويا حسام الهواري. شكرا ليكم وفي انتظاركم إن شاء الله العرض الجاي بإذن الله بنقل عنه. شكرا. حضنت الشكوى في قلبي وقسمت الروح على املك